السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو لسه أول مرة تشوفوا قناتي فضلا لا تنسوا الاشتراك فيها مع تفعيل الجرس ليصل إليكم إشعار لكل ما هو جديد. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنعمل فطائر محشية بعجينة الربع ساعة، وهي من ابتكاري ويعني تعتبر جميلة جدا وطرية وهشة في نفس الوقت وخفيفة، وبتستخدم لكذا حاجة من المعجنات. يعني مش بس نعمل الفطائر دي، لا، ممكن نستخدمها لأكثر من حاجة في أصناف المعجنات. فإن شاء الله بإذن الله في فيديوهات تانية هنستخدمها. طبعا الحشوة بترجع لحسب الذوق، يعني بتحشوها بالحشوات المفضلة لديكم. ميزة هذه الفطائر إن هي سهلة جدا وسريعة، سواء في التخمير أو حتى في إعدادها أو حتى في التسوية. ما بتاخدش وقت خالص وسريعة جدا وبتنجز معانا. يعني لو انتوا محتاجينها في العشاء، لو انتوا محتاجينها في الفطار، محتاجينها في خروج، أي حاجة بتنفع لأنها سريعة وخفيفة وطرية جدا، والطعم فعلا أكثر من رائع. بتمنى فعلا تجربوها وتنال رضاكم. زي ما انتوا شايفين الجبنة ما شاء الله تبارك الله بتمط، جميلة جدا والطعم فعلا رائع جدا. ان شاء الله لما هتعملوها هتعجبكم. زي ما انتوا شايفين شكلها جميل جدا، واخده اللون الذهبي الحلو، ما بتاخدش وقت خالص سواء في التسوية او في اعدادها. ما شاء الله الجبنة بتمط جدا. طبعا دي مجموعة من الاجبان عشان تقدر تدينا المطة دي. بتمنى تجربوها ان شاء الله وتعجبكم، وياريت تتابعوا الفيديو للاخر. زي ما قلت لكم احنا بنستخدم اكثر من حشوة. طبعا مكونات وصفتنا: اول حاجة بنحضر الخميرة بتاعتنا، وهي عبارة عن ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية، ملعقة كبيرة سكر، ربع كوب ماء دافئ، ونقلب الخليط كويس جدا ونغطيها ونسيبها لمدة 10 دقائق، طبعا في مكان دافئ عشان تختمر. مكونات العجينة عبارة عن 2 كوب ونصف دقيق أو طحين متعدد الأغراض. طبعا انتوا تقدروا تضاعفوا الكمية زي ما انتوا عايزين. ملعقة كبيرة ممتلئة زبدة لينة، يعني بدرجة حرارة الغرفة، وأنا دايما بستخدم الزبدة الغير مملحة. بننزل ب3 ملاعق إلى 4 ملاعق كبيرة من القشطة. أنا ضفت 3 وبعد كده ضفت كمان ملعقة، وبنخلطهم جيدا لحد ما أحس إن هما تجانسوا مع بعض واندمجوا، لحد ما أحس إن الخليط القشطة اندمج مع الدقيق. بعد كده بنزل بخليط الخميرة اللي كنا عاملينه قبل كده، وبنعجن بطريقة المقص، يعني بأطراف الأصابع. بنعجنها زي المقص بالظبط لغاية ما أحس إن العجينة أصبحت مفرولة. بعد كده هنزل بنصف كوب حليب سائل. طبعا اللي ما عندوش الكوبايات اللي هي الأكواب المعيارية ممكن يستخدم المج الزجاجي اللي بيد، اللي هو المتعارف عليه اللي احنا بنستخدمه. مرة تانية ان شاء الله هبقى اصوره لكم عشان تبقوا عارفينه ايه البديل للأكواب المعيارية. بس طبعا الأكواب المعيارية بتظبط جدا سواء المعجنات أو الحلويات، فياريت تتوفر لدينا.
لأن يعني سبحان الله بنستخدمها في معظم الوصفات بتاعتنا، سواء حلويات أو معجنات. فعلا يعني بتبقى مميزة جدا وتدينا نتيجة هايلة. بعد كده بنزل بربع معلقة صغيرة ملح، وبنزل بنزل بمعلقة كبيرة ممتلئة زيت ذرة. طبعا زيت الذرة كويس جدا سواء في المعجنات أو الحلويات، لكن لو مش متوفر نقدر نضيف زيت دوار الشمس. وبعد كده بعجنها كويس جدا، لازم نخدم العجينة كويس جدا لحد ما أحس إن هي أصبحت ناعمة معايا وطرية في نفس الوقت ولا تلتصق باليد. خلاص بعد ما عجنتها كويس جدا بغطيها وبسيبها ترتاح لمدة ربع ساعة. بعد ما ارتاحت الربع ساعة بيكون ده شكلها. طبعا هي ما بترتفعش قوي، لكن هي بس بنريحها مجرد ان هي تريح بس ربع ساعة، لان الفطائر دي مش هيكون فيها لبابة جامدة من الداخل. فطبعا احنا عارفين كل ما بنخمر الحاجة كل ما بيصبح في يعني لبابة من الداخل اكثر، وبتبقى اكثر ارتفاعا. انا مش محتاجة الارتفاع دوت في النوع دوت من الفطائر، وبالتالي انا يا دوبك بس بريحها ربع ساعة عشان اقدر اشكلها براحتي. بعد كده بجيب العجينة وبنزل بيها على طاولة العمل وبلفها رول وبقطعها بواسطة السكينة أو قطاعة لقطع متساوية. بعد كده بكورها وبسيبها تاني ترتاح لمدة ربع ساعة. زي ما انتوا شايفين بكورها قدر الاستطاعة ان يكون كلها كور متساوية في الشكل وفي الحجم قدر الاستطاعة. بغطيها وبسيبها ترتاح لمدة ربع ساعة. في ذلك الوقت بكون أنا محضرة الحشوة بتاعتي أو الحشوات اللي أنا هستخدمها. طبعا الحشوات بترجع حسب الذوق. أنا استخدمت جبنة بيضة دمياطي، انت تقدروا تستخدموا أي نوع، وحطيت عليها معلقة كبيرة من الزعتر اللي بسمسم. كمان استخدمت مرتديلا وحطيت عليها جبنة موزاريلا. طبعا انتوا تقدروا تستخدموا أي حاجة سواء لانشون، مرتديلا، فراخ، لحمة، اللي يعجبكم. وممكن كمان بطاطس مسلوقة، مفيش أي مشكلة. الحشوة بترجع حسب الذوق. وميكس طبعا ما بين الجبنة الرومي والجبنة الموزاريلا وكمان جبنة كشكوان. أنا استخدمت مجموعة من الأجبان علشان تديني نفس المطة اللي انتوا شفتوها في الفيديو. كمان الخليط الميكس من الجبن ده جميل جدا للبيتزا. بجيب أول كورة أنا عملتها وبفردها على طاولة العمل وبفردها بواسطة الشوبك، وباخد مقدار حوالي ملعقتين كبار من الحشوة بتاعتي. أنا حشيت أول فطيرة مرتديلا عليها جبنة موزاريلا، وبغلق من الوسط كويس جدا، وبغلق من الطرف اليمين والطرف الشمال كويس جدا على شكل مركب بالظبط كده، نفس الشكل ده. وبواسطة اليد ببطط برفق جدا، بكرر نفس الخطوات مع كل الفطائر. وطبعا بغير من الحشوات. طبعا زي ما احنا قلنا الحشوة بترجع لحسب الذوق. وطبعا بجيب صينية يفضل تكون بدون حواف، اللي هي صينية المخبوزات أو البسكوتات، وبدهنها زيت خفيف وبرص الفطائر بتاعتي. هنا أنا حشيتها مجموعة من الأجبان، جبنة رومي على كشكوان على موزاريلا، وحطيت كمان زيتون. ونفس الشيء بغلق الأول من الوسط وبعد كده يمين وبعد كده شمال على شكل مركب. بحاول أغلقها كويس جدا عشان لسه هنضعها في خليط السائل، وبالتالي مش عايزين سائل يدخل جوه العجينة أو جوه الفطيرة أو جوه الفطائر. هنا حشيتها جبنة. طبعا الجبنة حسب الذوق، ممكن فيتا، جبنة دوبل كريم، أي تشيدر، أي نوع جبن. أنا بصراحة بحب الجبنة الدمياطي، فحطيت جبنة دمياطي على معلقة كبيرة من الزعتر اللي بيكون زعتر بالسمسم مش الزعتر اليابس. نفس الشيء بقفل من الجوانب، وبعدين الأول بقفل من الوسط وبعدين الجانب اليمين الجانب الشمال، وهكذا في بقية الكرات.
طبعا عندنا الخليط اللي بنغلف بيه الفطائر هو عبارة عن كوباية من السمسم المحمص، وخليط اللي هو السائل عبارة عن ملعقتين كبيرتين من العسل الأسود أو دبس قصب السكر، ونصف كوب من الماء، وبقلبهم كويس جدا لغاية ما بيبقى عندي هذا السائل. طبعا بنزل الأول بالفطيرة في السائل بتاعي اللي هو سائل العسل الأسود، وبعد كده بنزل فيها بغلفها في خليط السمسم المحمص. طبعا احنا كلنا عارفين ان السمسم مفيد جدا، فنحاول ان احنا ندخله بكثرة في المعجنات والحلويات بتاعتنا. بكرر نفس الخطوات لغاية اما اخلص كل الفطائر بتاعتي. طبعا لو انتوا ما بتحبوش السمسم قوي تقدروا ان انتوا بس تخلوها من ناحية واحدة بس. انا بصراحة حطيت على الوجهين، وعملت برضو جزء بوجه واحد فقط، بس انا من النوع اللي بيحب السمسم، فبالتالي غلفتها من فوق، يعني من الامام ومن الخلف. وبرصها في الصينية بتاعتي اللي مدهونة زيت. وبواسطة مقص المطبخ بتاعنا العادي بنعمل فتحة من الوسط، يعني من النص كده بعمل فتحة بواسطة المقص، وبنسيب الفطائر بتاعتنا ترتاح لمدة ربع ساعة بدون ما أغطيها ولا أي شيء. طبعا في ذلك الوقت بكون أنا مشغلة الفرن بتاعي. لو فرن الكهرباء من فوق وتحت على 200 بتاخد مدة التسوية من 20 ل 25 دقيقة، ولو فرن غاز بيبقى على 180 وتبقى نار تحت فقط، الرف الوسط على الشبكة بتاعتنا، وبتاخد حوالي من 15 ل 20 دقيقة، لأن عارفين إن فرن الغاز بيبقى أقوى من فرن الكهرباء. بتمنى إن شاء الله تجربوا الوصفة وتعجبكم، وبألف هنا وشفا. ولو عجبتكم ياريت ما تنسوناش من اللايك، وإن شاء الله تجربوها وتعجبكم وتنال رضاكم، وألقاكم مع وصفة جديدة إن شاء الله من مطبخ أم حمزة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.